عبد العال وتعليقه على رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ وعدم حضور احتفاليه النادي الاهلي لما سالوا الاعلامي لو كنت مكان الكابتن سيد عبد الحفيظ هل كنت هترحل او هل كنت هتحضر الاحتفاليه لو رحلت على النادي الاهلي في ظل انجازاتك الكبيره ونجاحاتك الواضحه للجميع ولكل جمهور النادي الاهلي؟ قال لو كنت مكان الكابتن سيد عبد الحفيظ كنت اعمل اكتر من اللي عمله. طبعا كلنا عارفين الكابتن سيد عبد الحفيظ منذ رحيله عن الفريق او منذ رحيله عن النادي الاهلي وهو واخد اجازه في ايطاليا، فالكابتن سيد عبد الحفيظ ما لحقش ينزل يحضر الاحتفاليه. كابتن سيد عبد الحفيظ لو كان بالفعل موجود في مصر كان حضر عادي الاحتفاليه لانه بيعشق النادي الاهلي وتراب النادي الاهلي. ولكن الكابتن رضا عبد العال كان له راي اخر، لو كنت مكان الكابتن سيد عبد الحفيظ وكنت حتى لو حاضر في مصر ما كنتش هحضر الاحتفال، لان انا شايف ان الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج من النادي الاهلي بشكل مش احسن حاجه. مش ده اللي يخرج من النادي الاهلي بالشكل ده، ما تتخليش عنه في الوقت ده في ظل نجاحاته الكبيره جدا. عشان كده لو تلاحظ ده كان كلام الكابتن رضا عبد العال، عشان كده لو تلاحظ ان 99% من جمهور النادي الاهلي ما كانش موافق على القرار، والقرار الوحيد اللي 99% من جمهور النادي الاهلي ما كانوش موافقين عليه، ولكن المجلس الاداره مصر على موقفه او كان مصر على موقفه وهو رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين الكابتن خالد بيبو بدلا منه. بس كده قول لي انت بقى كمشجع النادي الاهلي شايف ازاي رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن النادي الاهلي؟ ما تنساش تحط لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد يخص النادي الاهلي.